اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في قناه البساطه مع شيوات ووصفات هاجر. كنتمنى من الله هذا الفيديو هذا يلقاكم باحسن الاحوال، ناشطين فرحانين هما هذوك يا ربي. كيف ما كتشوفوا معايا طولت معكم بزاف، عليكم الغيبه بزاف هاد الايامات هذه لظروف ما، ولكن انا ما نسيتكمش، جيتكم اليوم بوصفه جديده اللي هي الحريره المغربيه التقليديه الاصيله على اصولها بطريقه رائعه ومميزه، كتجي لذيذه بزاف. غادي نخليكم معايا تشوفوا المقادير. عندنا هنا مطيشه اللي سلقناها بالقشور ديالها وطحناها صفيناها عطاتنا هذيك الزلافه. عندنا هنا قياس واحد 2 معالق كبار ديال الزيت، طريفات ديال اللحم اختياري، لما كانش عندكم ما ديروش. عندنا واحد البصله محكوكه، وعندنا القزبر ومعدنوس والكرافس واحد نص زلافه. عندنا زلافه مع مرش ديال الحمص، وعندنا في التوابل عندنا الملحه وشويه ديال البزار، شويه ديال التحميره وسكينجبير. هاد الحريره بهاد الطريقه كتجي رائعه. وعندي انا هنا درت واحد الطامه ديال الحريره باش تجينا الحريره لذيذه زوينه بزاف. الا ما كانش عندكم الطامه ديال الحريره تقدروا تستعملوا غير السمن الا كان عندكم. صافي انا هنا خويت ديك مطيشه اللي سلقتها من قبل وصفيتها، راه كتجي مطيشه الحريره بمطيشه مسلوقه رائعه. جربوها وردوا عليا في لي كومونتير. صافي انا هنايا من بعد ما خويت الحريره غادي نخوي عليها البصله اللي حكينا، قياس واحد البصله صغيره. تقدروا تضاعفوا الكميه الا بغيتوا. انا عندي هنايا الكوكوط ما كبيرش بزاف، ديال 4 يطرو، ما غاديش نعمرها بزاف نيت. تقدروا نتوما تضاعفوا الكميه، ديروا زلافه من كل حاجه. صافي هنايا درت الكرافس والحمص والبصله، درت التوابل ديالنا. غادي نجيبو دوك الطريفات ديال اللحم حتى هما كيف ما قلت لكم. اللحم كيبقى اختياري، تقدروا ديروها بلاش، انا درتها باش يجينا الحريره لذيذه اكثر. صافي ودرت هذوك 2 معالق ديال الزيت. غادي نحرك الكل جيدا. كيف ما كتشوفوا معايا راه دابا كتبان لذيذه الحريره ديالنا. صافي غير كنحركو، ما كنخليوش الحريره تقلى. صافي ومن بعد كنبداو نخويو الماء، القياس اللي غادي يطيب لينا هذوك الطريفات ديال اللحم ويطيب لينا حتى الحمص. صافي ونحركو ونسدو على الكوكوط ديالنا طيب. من بعد ما طابت لينا الحريره ديالنا دابا غادي ندوزو باش ندوروها. كيف ما كتشوفوا راه طابت مزيان، حتى الحمص بدا كيتفرتت لينا. غير مهلوا عليها البوطه وخليوها طيب على خاطرها. غادي نجيب واحد 2 معالق ديال مطيشه الحك، غادي نخلطهم هكايا في الزلافه ديال الماء باش ما يبقاش لينا هذوك الكويرات ديال المطيشه في الحريره ديالنا. نتاكدوا انها تخلطات مزيان وعاد نخويوها في الحريره. صدقوني بهذه الطريقه هذه كتجي الحريره رائعه، والمذاق ديالها كيجي مميز على باقي الحريرات الاخرين. صافي غادي نحركو مزيان هذيك مطيشه. ملي نتاكدوا انها راه تحركات مزيان غادي نخويوها في الحريره ديالنا. صافي انا هنا غادي نزيد واحد الزلافه ديال الماء، القياس ديال الماء اللي غادي يكفاني في الحريره. وراه حنا كنكونوا دقناها الا ناقصه شي حاجه كنزيدوها ليها. صافي يعني هنا ندورها بالشعريه، تقدروا تستعملوا الروز اولا اي حاجه كانت عندكم بغيتوا تدوروا بها. انايا ما كيعجبنيش المذاق ديال الروز في الحريره فكنستعمل الشعريه. صافي وغادي نحركو جيدا مره ونحركوها باش ما تلتصقش لنا هذيك الشعريه في القاع، ونخليوها طيب مزيان باش طيب لينا مطيشه وما كيجيناش لوغو ديال المطيشه بحال الا كيبقى خضر شويه. صافي انايا هنا من بعد ما غلات مزيان غادي نجيب الدقيق اللي كنكون وضعته في واحد القرعه ديال الزاج عند الغلاقه، كنخوي عليه الماء وكنمخدو هكا مزيان باش ما كيديرش لنا هذوك الكويرات ديال الطحين، وهكا كيجي زوين فحال كيجي مطحون. صافي وكندوروا فيه كندوروا به الحريره ديالنا حتى داك الطحين فاش كديريه في القرعه وكتمخضيه كيجي فحال طالق النشا ديالو، كيجي محرك مزيان، ماشي حتى وكتدوري به الحريره
فبالتالي كتبان لك الحريره ديالك راها خفيفه وشويه حتى كتقال. داك الطحين كيكون تشرب في ديك الحريره. اما ملي كنديروه بهذه الطريقه هذه راه كتجينا الحريره خيط واحد، كتجي رائعه. صافي انا غادي نبدا ندور هكايا الحريره ديالنا. انا ما كنبغيش الحريره تكون ثقيله بزاف، كنبغيها تكون بين وبين، ما خفيفاش وما ثقيلاش. صافي ملي غادي نشوف القوام اللي مناسبني غادي نحبس من الدقيق ونحركها مزيان، نخليها حتى طيب لينا داك الطحين مزيان عاد باش نطفيو عليها. كيف ما كتشوفوا راه كتجي رائعه بهذه الطريقه هذه. انايا هنايا دقت لقيتها ناقصه واحد شويه ديال الملحه، زدت شويه د الملحه. كيف ما كتعرفوا راه الحريره كتبغي الملحه خير ربي باش عاده كتجي هي هذيك. صافي الحريره ديالنا بدات كتوجد هنايا، نخليها طيب مزيان ونطفيو عليها. من بعد ما طابت الحريره ديالنا هي هذه، انا قدمتها مع شويه ديال التمر وجوج مع شويه ديال المسمن الشحمه. المره الجايه ان شاء الله نشاركو معكم في القناه. كيف ما كتشوفوا الحريره ديالنا راها كتجي رائعه ولذيذه بزاف. بهذه الطريقه هذه كتجي الحريره رائعه. جربوها وردوا عليا في لي كومونتير كيف جاتكم الحريره ديالي. كنتمنى نعاودو نتلاقاو في شي وصفه جديده. هاد المره ما غاديش نتعطل عليكم بزاف، مره ونحط معكم شي وصفه. نتمنى من الله الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده. السلام عليكم.